وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأغاني القديمة المعاداة عندنا خاصة في طبوع الشعبي والتلمساني وتلك المتعلقة بمناطق الثورة وتيدي كلت وعين صالح هي أغاني جزائرية خالصة حسب المختصين في التأصيل لتاريخ الفن والشعر، وإن بدت للبعض أنها لبلد لمجرد أنها قام بإعادتها إما بدافع الإعجاب وإما لغاية خبيثة فيما شملت عمليات تجنيس بعض المطربين الجزائريين وتقديم إغراءات مادية ومالية لهم. سيدي أحمد بوزيان، سيداتي والسادة، لقد انتهزت الجارة الغربية كما تعلمون بلا وازع إخلاقي الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي للإمعان في مشروع السطو على كل ما هو جزائري من رموز مقاومة ورجالات علم وثقافة وفنون الطبخ والمعمار والغناء. فممكن استطرد لتطمئن القلوب أنه كان فيه جرد لعدد كبير من المنتوجات ومن الألوان الوطنية التي تم نسبها ربما في هذا المجال مجازفة للحقيقة التاريخية، مثلا نعطي مثال تاع الكسكس. كل المؤرخين القدامى يقولون أن الكسكس لأول مرة في التاريخ وبأوانيه وجد في الجزائر، وهذه دراسة راقية قام بها أحد المؤرخين الفرنسيين في مطلع القرن الماضي. وفي الآونة الأخيرة نجد هذه الجارة تنسب هذا المنتوج الوطني إليها، فهذا مثال يدل على عدد كبير من المنتوجات الأخرى التي نسبت ظلما